حي رشيد شاب جزائري فصيح اللسان، كان ملتزما ومحبوبا من الجميع، لكن شيئا عجيبا أصاب الفتى فدفعه مؤخرا إلى تصوير مقطع فيديو يطلب فيه السماح من والدته ويطلب من باقي الناس أن يدعوا له، ثم ودعهم جميعا. وما فعله في نفسه بعدها يكاد أن يصيب العقل بالهذيان، وما قالوه عن أسباب ما حصل لا يتخيله عقل إنسان. إليكم التفاصيل. اللهم اكفنا شر أنفسنا، فوالله إنها عدونا الأول، وإنها لأمارة بالسوء. شاب تمكنت منه نفسه فأصابه اليأس من حياته فغادرها بصمت قاتل وفي قمة الهدوء. الزمان 20 من فبراير شباط، 2 من شهر رمضان. المكان ولاية بوميرداس في دولة الجزائر الشقيقة. الحدث مدينة برج منايل اهتزت على فاجعة في أول يوم من أيام الشهر الفضيل تمثلت في واقعة عجيبة لم يجدوا لها أي تفسير، حين أقدم شاب في ريعان العمر على التخلص من حياته بكل قسوة وبطريقة يشيب لها رأس الجنين، وذلك بعد إقدامه على شرب مادة الأسيد بحسب ما ذكرته العديد من الأنباء المتداولة. وما زاد الأمر قسوة وتأثيرا هو ما فعله الشاب الراحل قبل إقدامه على التخلص من حياته، حينما نشر مقطعا مصورا هز أرجاء الولاية والولايات المجاورة، طلب فيه السماح من والدته والدعاء من جميع الناس مثل ما ذكرنا في بداية التقرير، ليتحول اليوم الأول من رمضان إلى أسوأ يوم على الأهل، بدلا أن يكون يوما للذكرى وبداية لشهر كريم تقام فيه الشعائر الدينية. المهم أن الجميع تساءلوا عن الأسباب والدوافع التي أدت بهذا الشاب المسكين إلى تلك النهاية المأساوية، فقمنا بعمل بحث عميق امتد لساعات شاهدنا خلاله أغلب التعليقات التي تمت كتابتها عن القضية، فكان أغلبها يتجه نحو فكرة واحدة، وهي أن سحرا أصاب الشاب الراحل هو ما دفعه إلى الإقدام على التخلص من حياته، خصوصا أنه كان ملتزما جدا في الفترة الأخيرة من حياته ويتمتع بثقافة عالية، لكنها تبقى مجرد تخمينات لم نتوصل إلى أي تأكيدات فيها حتى كتابة هذا التقرير ونشره، فالله يرحمه ويربط على قلوب أهله.